اقسم بالله العظيم اللي ما بيعيطش ده عايش في دمار. اكتر من 50% من المشاكل الحياتيه اللي الشباب عايشينها بسبب الاب والام. هم مش الاب والام دول بني ادمين؟ ايوه. هو مفيش حد ما بيغلطش؟ لا بس كده، ده اللي انا اقصده. زي مثلا فكره الفقر والغنى. تلاقي مثلا البنت دايما تردد كلام مامتها، ترد تقول لك ايه، مثلا عن طريق مثلا الابتلاءات، الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. ففي حاجات كتير جدا تلاقي الشباب متسلسلين فيها عشان بابا صح وماما صح. انا كل اللي انا بقوله يا جماعه فكروا، ما تعيطش عشان اللي بيعيط ده بني ادم بيبقى ضعيف. اقسم بالله العظيم اللي ما بيعيطش ده عايش في دمار. العياط ده اقوى وسيله تنفيس عن المشاعر. بصي، اغواء الشيطان الاخطر في الدين، لان الايمان الحقيقي مش ان انا امشي ورا اللي اتقال لي. الايمان الحقيقي ان انا ادور وافكر واطبق، هتلاقي النتيجه اللي هتقوي قلبي. بمثال، احنا كل يوم بنصلي صح طبعا. طيب البني ادم اللي بيصلي ده هو بياخد نتيجه الصلاه؟ لا. ربنا الرسول كان عليه الصلاه والسلام قال لنا ايه؟ ارحنا بها يا بلال. يعني انت بتخشي الصلاه تخرجي منه مرتاحه. طب هاتي شاب النهارده بيدخل ده اذا دخل يعني ده ويخرج مرتاح، بينقرها ده في لحظه وبيجري. عارفه ليه؟ عشان هو اتقال له صلي، لكن هو ما دخلش ودور معنى الصلاه ايه. اي شاب ولا بنت بيسمعوني النهارده كل يوم خدوا من وقتكم حاجه واحده بس، دوروا عليها. طب دي بنعملها ليه؟ عارفه انت اللي قاعده انك تفكري، هو ده ربنا امرنا بيه ان احنا نتفكر ونتدبر. وانت فاهمه قصدي ازاي؟ ده اللي انا اقصده. مش معنى كده ان بابا وماما غلطانين ولا فيهم حاجه، لا، بس انا اخد وادور واطبق واشوف ده بنعمله ليه وده عارفه البحث ده نفسه بيعمل حاله من حالات النشوه. وانسى ان الشيطان يعرف يدخل لك.